تخيل كده انك صاحي من النوم زي كل يوم وبتبص في المرايه، بس المرايه مش بتوريك شكلك الحقيقي، بتوريك صوره لشخص انت بتتمنى تبقى هو، او يمكن شخص انت اخترعت وجوده عشان الناس تبص لك باعجاب. في اللحظه دي هتفتكر نفسك عايش حياه حقيقيه ولا مجرد مسرحيه طويله بتمثل فيها الدور اللي اخترعته لنفسك؟ النهارده عايز احكي لكم عن ادم واحد من اقرب الشخصيات ليا، كان دايما بيحاول يظهر قدام الناس انه ناجح. في بدايه دخوله مجال البرمجه كان بيحكي للناس عن مشاريع كبيره هو بيشتغل عليها، حاجات شكلها مبهر ومغريه جدا للي حواليه، واللي حواليه كانوا فعلا بيصدقوا يسقفوا له ويوصلوا باحترام. هو كان بياخد لحظتها جرعه دوبامين تخليه مبسوط جدا، بس الحقيقه ولا نص الكلام اللي كان بيقوله حقيقي. ادم كان بيكذب مش عشان يأذي حد، لكن عشان يهرب من احساس انه مش كفايه. ومع الوقت الكذب ده بقى جزء من يومه، وبعد شهور بقى مش فاكر هو مين اصلا، بقى عايش صوره مش بتاعته. ولما جه وقت حقيقي يثبت نفسه في شغل كبير اتكشف. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده نكمل مع ادم ما كانش عنده الامكانيات اللي كان بيقول انها عنده. اللحظه دي كانت صعبه جدا عليه، مش عشان الناس شافته على حقيقته، لكن عشان هو نفسه ما بقاش قادر يفرق بينه وبين الكذبه اللي عايش فيها. اللي حصل مع ادم مش بعيد عن ناس كتير. يمكن انت نفسك في وقت من حياتك حسيت انك محتاج تزوق الحقيقه شويه عشان الناس تفتكر انك اقوى او اذكى او حتى انجح. المشكله ان الدماغ البشري عنده قدره غريبه جدا، لو كررت الكذبه دي كتير عقلك هيبدا يصدقها. ودي مش جمله انشائيه، دي حقيقه علميه. في دراسه اتعملت في جامعه لندن سنه 2016 بقياده الدكتور تالي شرط، اثبتوا ان الدماغ بيتعود على الكذب مع التكرار. يعني ايه؟ يعني اول مره تكذب ضميرك بيأنبك وجسمك بيحس بتوتر، لكن مع كل مره تانية الاستجابه دي بتقل لحد ما في وقت معين الكذب بيبقى عاده بالنسبه لك، مش بتحس انك بتعمل حاجه غلط. وهي دي بقى الكارثه. هنا لازم نقف ونسال نفسنا سؤال خطير: هو انا مين بجد؟ هل انا الشخص اللي بعيشه كل يوم ولا الشخص اللي بحاول ابيعه للناس؟ خليني اقول لك حاجه مهمه: في فرق كبير بين انك تحلم بحاجه عايز توصل لها وانك تكذب وتقول انك وصلت لها خلاص. الحلم بيحركك لقدام بيخليك تسعى، لكن الكذب بيحبسك في دايره وهميه بتضيع وقتك ومجهودك في تمثيل دور مش بتاعك. خلينا اديكم مثال تاني من حياتنا الواقعيه: توماس اديسون، العالم اللي اخترع المصباح الكهربائي. الراجل ده فشل اكتر من 1000 مره وهو بيجرب يصنع المصباح. كان ممكن ببساطه يكذب على الناس ويقول انا قريب جدا من النجاح، وهو ولا قرب ولا حاجه. لكن لا، هو كان صريح جدا حتى مع الفشل. ولما سالوه ازاي استحملت الفشل 1000 مره، قال انا ما فشلتش، انا لقيت 1000 طريقه مش شغاله. الصراحه مع نفسه والاعتراف بالواقع هو اللي خلاه يكمل لحد ما وصل. شفت بقى الفرق؟ اديسون لو كان كذب على نفسه كان زمان وقف في نص الطريق. وانت كمان لما تكذب على نفسك وبتقول انا كويس او انا ناجح، انا مش محتاج اتطور، دماغك بيقفل الباب في وشك، بيقول لك خلاص احنا وصلنا. وده اخطر من اي حاجه. هنا نرجع لادم تاني. بعد ما اتكشف رجع ليه وهو محطم، قال لي جمله انا عمري ما هنساها: انا مش عارف مين ادم الحقيقي، انا ضيعت نفسي وسط الكذب اللي كنت بعمله. وصدقوني اللحظه اللي تبص فيها لنفسك وما تعرفهاش اصعب من اي خيانه او هزيمه. الكذب مش بس بيخليك تبني صوره مش بتاعتك، ده كمان بيخليك تدخل اماكن مش مكانك. زي واحد بيكذب ويقول انه بيحب مجال معين عشان الناس تبص له باحترام، ويفضل ماشي في طريق مش بتاعه اصلا لسنين، وبعدين يكتشف انه ضيع حياته في حاجه مش بتاعته هو. خلي بالك، الكذب مش دايما بيبان بسرعه، ممكن تعيش سنين في وهم ودماغك متبرمج انه ده الصح، وفي لحظه معينه كده المرايه دي تتكسر، وساعتها هتتمنى انك من البدايه كنت حقيقي وصادق مع نفسك. المشكله هنا مش ان الكذب غلط، الكل عارف ان الكذب غلط. الصدمه الحقيقيه ان الكذب بيسرق حياتك من غير ما تحس، بيخليك تعيش حياه مش حياتك. ولو ركزت هتلاقي الموضوع كله بيرجع لنقطه واحده: الصراحه مع نفسك. انك تقف قدام المرايه وتشوف نفسك زي ما انت من غير فلتر ولا حتى زينه، انت بضعفك وبقوتك بسقطاتك وبانتصاراتك. ولازم اقول لك حاجه مهمه: الصراحه دي مؤلمه جدا في الاول، لانك هتكتشف انك مش زي ما كنت بتتمنى، لكن الالم ده هو البدايه الحقيقيه للتغيير. لانك طول ما انت عايش في كذبه عمرك ما هتتحرك لقدام. وعشان كده لازم نفهم ليه الانسان بيميل للكذب على نفسه، إيه اللي بيحصل في عقله وجسمه لما يعيش حياه مش بتاعته، والاهم من كده ازاي تقدر ترجع تبني علاقه صادقه مع نفسك. بس قبل ما نكمل اقف قدام نفسك كده واسال سؤال واحد: لو انا دلوقتي اتكشفت قدام نفسي وقدام الناس، هل هكون راضي باللي هم هيشوفوه ولا هخاف ابص في المرايه؟ اللي يخليني ابدا هنا هو سؤال بسيط بس تقيل جدا: احنا ليه اصلا بنكذب على نفسنا؟ الحقيقه ان في اسباب كتير قوي. اولها الخوف من انك تواجه نفسك بالحقيقه، انك تبص وتقول انا لسه ما وصلتش، انا ضعيف في النقطه دي، انا مش زي ما بتمنى. الخوف بقى بيدفعك انك تزوق الحقيقه، وعقلك كمان بيساعدك لانه بيدور دايما على اسرع طريقه يخفف بيها الالم. والكذب بيديك الحل السريع: صوره حلوه، وهم جميل، احساس انك تمام. تاني سبب ان المجتمع نفسه بيشجع ده. شوف السوشيال ميديا، كل الناس بتحاول تبان في صوره مثاليه: صور نجاحات، صور سفر، صور ضحك، وقليل جدا اللي بيشارك فشله او ضعفه. فانت بتقارن نفسك بالصوره دي وتقول لازم ابقى كده، ولو مش قادر بتلجأ للتجميل عشان ما تبانش مختلف. لكن الخطوره ان التجمل ده مش بس بيغش اللي حواليك، هو بيغش نفسك، ودي اخطر خيانه. ثالث سبب الدوبامين ده هرمون السعاده السريعه في المخ، وهو اللي بيخليك تحس بمتعه لحظيه لما تعمل حاجه معينه. المشكله ان مخك مش بيفرق بين السعاده الحقيقيه والسعاده الوهميه، هو بس عايز الدوبامين يزيد وخلاص. فلما انت تحكي لحد قصه مبهره عن نفسك حتى لو مش حقيقيه بالكامل، حتى لو فيها مبالغه، مخك بيفرز دوبامين، فانت بتحس بمتعه لحظيه. لما تشوف الاعجاب ده في عيون اللي قدامك بتحس انك مهم، انك مميز. والمشكله
المشكله ان مخك بيتعود على الدوبامين ده، بيبقى عايز المتعه دي تاني وتالت. هتلاقي نفسك بدات تبالغ اكتر، بدات تختلق انجازات مش حقيقيه، بدات تمثل شخصيه اقوى من شخصيتك الحقيقيه، وكل ده عشان تجيب جرعه الدوبامين اللي مخك مدمنها. في عالم نفس عظيم اسمه دكتور دانيال كانيمان. الراجل ده حصل على جائزه نوبل في الاقتصاد السلوكي، وهو اللي اكتشف ان الانسان عنده نسختين من نفسه، الانا اللي بتعيش والانا اللي بتحكي. الانا اللي بتعيش دي انت الحقيقي اللي بيحس بالالم والفرح والخوف في اللحظه دي بالظبط، بس الانا اللي بتحكي دي النسخه اللي بتحب تحكي قصص حلوه عن نفسها، اللي بتحب تصور حياتها احسن مما هي عليه، اللي بتحب تنكر الالم وتبرر الفشل. والمشكله الحقيقيه بتحصل لما الانا اللي بتحكي تسيطر على حياتك كلها، لما تبدا تصدق القصص اللي انت بتحكيها عن نفسك، لما تنسى انت مين بجد وتبدا تتعامل مع نفسك على انها الشخص اللي انت اخترعته. في دراسه اتنشرت سنه 2018 عن التاثير النفسي للكذب على الذات، لقوا ان الناس اللي بيكذبوا بانتظام حتى لو كذبه صغيره بيضاء بيعانوا اكتر من القلق والاكتئاب. طب تفتكر ليه؟ لان في تضاد دايم بين حقيقتهم وبين الصوره اللي بيحاولوا يعيشوها. الدماغ بيتعامل مع التضاد ده كانه صراع داخلي، وده بيستنزف الطاقه وبيزود التوتر. وخليني اقول لك حاجه، الانسان مش بيتبني بالكمال، بيتبني بالصدق. في برضه مثال جميل قوي هنا، هو الامام ابو حامد الغزالي. الراجل ده كان عالم ضخم وبيعلم الناس الدين وفلسفه، لكنه في لحظه من عمره وقف مع نفسه وقال هو انا بعلم الناس بس انا مش عايش اللي بعلمه. حس وقتها ان في صراع داخلي، ساب الشهره وساب التدريس وراح يعيش رحله صادقه مع نفسه بعيده خالص عن الاضواء. وبعدها رجع بكتب قويه جدا زي احياء علوم الدين اللي لحد النهارده بيمس قلوب الملايين. هو اختار الصدق وده اللي خلى اثره باقي. طب خليني بقى اسالك سؤال وخليك صادق مع نفسك في الاجابه، هو انت عايز تعيش بجد ولا عايز تعيش في مسرحيه؟ تعال نقول حلول عمليه مش كلام نظري تساعدك تتخلص من الكذب مع نفسك او التجمل زي ما الناس بتحب تسميه. اعمل كشف حساب مع نفسك كل يوم قبل ما تنام، اقعد 5 دقائق كده واكتب النهارده انا كنت صادق مع نفسي في ايه وكدبت او زوقت الحقيقه في ايه. الكتابه دي هتكشف لك مع الوقت انماط بتتكرر، هتلاقي نفسك دايما بتزوق في الشغل مثلا ولا في العلاقات ولا في الفلوس، ولما تشوف ده مكتوب هتعرف تواجهه. اعترف بالحقيقه قدام شخص واحد تثق فيه. احنا كبشر بنخاف من الفضايح، لكن لما تعترف لحد بتثق فيه بالحقيقه حتى لو مؤلمه بتحس انك متحرر، بتفك قيد مضايقك. ادم لما بدا يعترف لاصحابه انه كان بيزوق الحقيقه حس لاول مره انه بيتنفس. الصراحه مع الناس اللي بتثق فيها مش ضعف، بالعكس دي قوه. ابدا بحاجه صغيره، ما تستناش تبقى صادق 100% في يوم وليله. ابدا بموقف صغير، لو حد سالك انت اتعلمت ايه جديد، بدل ما تقول انا عملت كتير واتعلمت كتير، جرب تقول انا لسه قدامي شويه وقت علشان اتعلم حاجه جديده. البساطه دي هتعلم عقلك ان الصراحه مش مرعبه. اربط نفسك بهدف حقيقي يناسبك. الكذب ساعات بيجي من انك عايش حياه مش بتاعتك، زي داليا اللي كانت بتحاول تبان انها بتحب شغلها في الديكور مع انها جواها عايزه حاجه مختلفه. لما بدات تدور على هدف يليق بيها بجد لقيت ان جزء كبير من الكذب اللي كانت بتعيشه اختفى، لانك لما تعيش حاجه بتمثلك بجد مش محتاج تزوق او تختلق. درب نفسك على انك تقول ما اعرفش او محتاج وقت. المشكله اننا بنخاف نقول ما نعرفش، بنكذب ونخترع اجابه، بس الصراحه البسيطه دي بتديك مصداقيه اكبر قدام نفسك وقدام اي حد حواليك. شوف العلماء الكبار زي ابن سينا او الخوارزمي كانوا بيقروا بحدود معرفتهم، وده اللي خلاهم يسعوا ويتعلموا اكتر. تقنيه الخمسه ليه، في تقنيه يابانيه عظيمه قوي اسمها الخمسه ليه او الفايف وايز، ويمكن انا بعتبرها لايف هاك او تقنيه انا نفسي بستخدمها في التحليل بشكل كبير جدا. والتقنيه دي اصلا كانت بتستخدم في حل المشاكل الصناعيه، بس اكتشفنا انها اداه رهيبه جدا لاكتشاف الحقيقه عن نفسك. الفكره ببساطه لما تلاقي نفسك عايز حاجه معينه او رافض حتى حاجه معينه، اسال نفسك ليه 5 مرات متتاليه، وكل اجابه تطلع اسال عنها ليه تاني لحد ما توصل للحقيقه العميقه. مثال من حياه سيف، انا عايز افتح عياده كبيره، ليه؟ عشان اكسب فلوس اكتر، ليه؟ علشان احسن مستوى معيشتي، ليه؟ علشان الناس تحترمني اكتر، ليه؟ عشان عايز احس اني ناجح، ليه برضه؟ علشان انا حاسس اني فاشل من جوايا. شفت بقى وصلنا للحقيقه. سيف مش فعلا عايز عياده اكبر، سيف عايز يعمل اي حاجه عشان يحس انه ناجح، وده لانه حاسس بالفشل من جواه، والاحساس بالفشل ده نابع من انه عايش حياه مش حياته. سيف بالطريقه دي اكتشف حاجات كتير عن نفسه ما كانش واعي بيها خالص. اكتشف ان معظم قراراته مش قرارات حقيقيه، دي ردود افعال لمخاوف قديمه. منظمه الصحه العالميه نشرت تقرير سنه 2021 بيقول ان 1 من كل 3 شباب بيعاني من قلق ناتج عن مقارنه نفسه بالاخرين وصناعه صوره غير حقيقيه عن ذاته. وده بالظبط بيخلينا نشوف ان الصدق مش رفاهيه، ده ضروره نفسيه. عايزك تتخيل لو كل يوم بتواجه نفسك بالصدق حتى لو الحقيقه مش عاجباك، تفتكر ايه اللي هيحصل بعد سنه؟ هتلاقي انك بقيت عارف نقاط ضعفك وقوتك، بقيت ماشي في طريق يناسبك، بقيت تتطور مش عشان تبهر الناس لكن عشان انت عايز كده. الصدق بيحررك من المقارنات، بيخليك تعيش حياتك انت مش نسخه من حد تاني. لكن خليني اصارحك بحاجه، البدايه صعبه لانك ممكن تتصدم من نفسك، ممكن تكتشف انك كنت بتهرب او بتزوق في حاجات كتير، بس ما تخافش، الصدمه دي هي اللي هتفتح لك الباب. وهنا احب ارجع لقصه داليا لما اعترفت لنفسها انها مش مبسوطه في شغلها، عيطت وكانت صدمه بالنسبه لها، لكنها بدات تاخد خطوات صغيره، كورسات في مجالات بتحبها، مقابلات مع ناس في شغل تاني، والنهارده هي لسه برضه في نص الطريق بس مبسوطه انها ماشيه في طريقها هي. الصراحه فتحت لها باب الحريه. انت كمان لازم تختار، تفضل مكمل في دور مش دورك ولا تواجه نفسك وتبدا رحله اصعب لكن اصدق واجمل. طب لو انت فهمت الدرس ده كويس وبدات تعيش بصدق مع نفسك، بس لقيت حد قريب منك، حد بتحبه بيعيش نفس الكذبه، بيدمر نفسه وهو مش واخد باله، انت بقى المفروض تعمل ايه؟ تسكت وتسيبه يكمل في طريقه الغلط ولا تتدخل وتخاطر انك تخسره؟ السؤال ده صعب لان مفيش اجابه واحده تنفع مع كل الناس، بس في مبادئ لو مشيت عليها ممكن تقدر تساعد من غير ما تخسر حد. لو الشخص ده مش من قرايبك، لو صاحبك مثلا
او زميلك او حد تعرفه بس مش من اهلك، دورك هنا محدود شويه، وده مش عيب. انت مش مسؤول انك تصلحه ومش مسؤول انك تقنعه. دورك الوحيد هو انك تلمح له. يعني ايه بقى تلمح له؟ يعني ما تحاولش تفرض رايك عليه او تقول له انت غلطان، لان ده هيخليه يدافع عن نفسه ويرفضك تماما. بدل كده انت بتلمح له وبتفتح له الطريق، وهو مع الوقت هيفهم ويتغير. الطريقه الاولى، شارك تجربتك انت. لو صاحبك مثلا شغال في شغل مش بتاعه او حتى بيمثل شخصيه مش شخصيته، ما تقولوش انت غلطان، انت لازم تتغير. بدل كده احكي له عن نفسك. قول له مثلا انت عارف انا كنت بعمل كذا وكذا وكنت حاسس اني تايه، لحد ما اكتشفت ان المشكله كانت اني مش بعيش حياتي. الناس بتتعلم من القصص اكتر ما بتتعلم من النصايح. لما تحكي تجربتك الشخصيه انت بتدي له مرايه يشوف نفسه فيها من غير ما تحسسه انك بتحكم عليه. الطريقه الثانيه، اسال اسئله وما تديش اي اجابات. بدل ما تقول له انت المفروض تعمل كذا، اساله هو انت حاسس انك مبسوط في اللي انت فيه ده؟ بدل ما تقول له انت بتكذب على نفسك، اساله لو ما عندكش اي التزامات كنت هتعمل ايه في حياتك. الاسئله دي بتخلي الشخص يفكر، بتخليه يشوف الحياه بنفسه، وده اقوى بكتير من انك تفرض عليه الحقيقه، وهي دي اصلا فكره الكوتشنج. الطريقه الثالثه، كن موجود مش ضاغط. اهم حاجه لما تتعامل مع حد عنده مشكله انك ما تضغطش عليه، قول له مره واحده بلطف وبعدين سيبه. لو هو جاهز للتغيير هيرجع لك، لو مش جاهز ده قرار، ودورك انك تفضل موجود من غير ما تحكم ومن غير ما تلح، لان الالحاح بيخلي الناس تهرب ما تقربش منك. خليني اقول لك اهم جمله بالنسبه لي، واللي هي المبدا الاول عندي في الكوتشنج: محدش في الدنيا هيقدر يساعد انسان هو مش عايز يساعد نفسه، بس تقدر تكون النور اللي يشوفه لما يقرر يطلع من الضلمه. طب لو الشخص ده بقى من قرايبك، الموضوع بقى هنا مختلف تماما. انت مش بس مطلوب منك تتدخل، لا انت عندك مسؤوليه ان انت لازم تحاول، بس التدخل ده لازم يكون بحكمه مش بعنف. الطريقه الاولى، ابدا بالاحتواء مش المواجهه. لما تيجي تكلم قريبك ما تبداش بالنقد ابدا، ابدا بالهدوء والمشاعر. قول له انا شايفك تعبان وانا قلقان عليك وحابب افهم ايه اللي بيحصل. الجمله دي بتفتح قلبه، بتخليه يحس انك معاه مش ضده، انك عايز تساعده مش عايز تحكم عليه. بعد ما يحس بالامان هيبدا يحكي، وساعتها انت تقدر تساعده يشوف الحقيقه. الطريقه الثانيه، استخدم انا مش انت. ما تقولوش انت غلطان او انت بتكذب على نفسك ولا حتى انت بتدمر نفسك. قول له انا خايف عليك، انا حاسس انك مش مبسوط، انا شايف انك ممكن تبقى في مشكله. الفرق بسيط بس تاثيره كبير جدا. لما تستخدم انت الشخص بيحس انك بتهاجمه فبالتالي بيدافع عن نفسه، لكن لما تستخدم انا انت بتعبر عن مشاعرك انت، وده صعب حد يرفضه. الطريقه الثالثه، اعرض المساعده العمليه. النصيحه لوحدها مش كفايه، قريبك محتاج يحس انك مش بس بتتكلم، لا انت كمان مستعد تساعده. قول له انا معاك، لو عايز تقعد نفكر مع بعض في حلول انا موجود، لو محتاج حد يسمعك انا هنا. الدعم العملي ده بيخلي الشخص يحس انه مش لوحده، وده بيديله قوه يبدا التغيير. الطريقه الرابعه، لازم تبقى صبور. التغيير مش بيحصل في يوم وليله، خصوصا لو الشخص عايش في الكذبه دي بقاله سنين. ممكن تكلمه النهارده ويرفض يسمع، وتكلمه بعد شهر وبرضه يرفض، بس في مره هيكون جاهز وساعتها هيفتكر كلامك. الصبر مش معناه السلبيه، الصبر معناه انك تفضل موجود، تفضل بتحاول بس من غير ما تيأس. طب لو قريبك رافض يتغير، في حالات للاسف القريب بيرفض تماما، بيرفض يسمع وبيرفض يشوف الحقيقه، ويمكن بيرفض المساعده اصلا. وساعتها انت عندك اختيارين. الاختيار الاول، تفضل تحاول بس من غير ما تدمر نفسك، تفضل موجود بس من غير ما تسمح له يجرك لمشاكل. الاختيار الثاني، تاخد مسافه، مش عشان انت قاسي ولا وحش، لا عشان انت برضه محتاج تحمي نفسك، لان في ناس للاسف بتغرق ولو حاولت تنقذهم هيغرقوك معاهم. ودي مش انانيه، دي حكمه. انت ما تقدرش تشيل مسؤوليه حياه حد تاني، انت بس تقدر تمد ايدك، لكن هو اللي لازم يمسكها. في النهايه سواء الشخص ده قريبك او لا، انت دورك انك تكون النور، نور صغير في ضلمته، نور يفضل موجود حتى لو هم قرروا يقفلوا عينيه. وصدقني حتى لو ما اتغيروش دلوقتي كلامك مش هيضيع، هيفضل موجود جواهم، ويوما ما هيكونوا جاهزين، هيفتكروا وهيرجعوا، وانت ساعتها هتكون فخور انك كنت السبب حتى لو ما شفتش النتيجه دي بعينك. تخيل نفسك بعد 5 سنين من النهارده، بس في السيناريو ده انت عايش بصدق كامل مع نفسك، انت بتشتغل في مجال انت بتحبه فعلا. يمكن الطريق كان صعب ويمكن احتجت تتعلم كتير وتبدا حتى من تحت الصفر، لكن كل يوم بتصحى وانت حاسس انك في مكانك الطبيعي، مفيش مسرحيه ولا حتى دور انت بتمثله، انت وسط ناس عارفينك على حياتك، مش بيحبوا نسخه متزوقه منك، بيحبوا شخصيتك الحقيقيه حتى لو عندك عيوب، حتى لو ساعات بتقع او بتغلط، هم بيحبوا صراحتك. وصدقني الحب اللي بيتبني على الحقيقه اقوى بكتير من اي اعجاب مبني على كذب، وتبقى انت بتطور وتحسن من نفسك. تخيل نفسك بالليل داخل تنام، بتحط راسك على المخده ومفيش في قلبك صراع ولا خوف من انك تتكشف، لانك اصلا مش مستخبي، ده احساس حريه مش بيتوصف. لكن قبل ما نوصل للنقطه دي لازم ابقى صريح معاك، الطريق مش هيبقى سهل. اول عقبه هتقابلك انك هتواجه مقاومه من جواك، عقلك هيحاول يضحك عليك ويقول لك طب ما تزوقها شويه، ما تكمل الكذبه دي، وده طبيعي لان عقلك متعود على السهوله، على الدوبامين السريع اللي بيجي من الكذب. العقبه الثانيه انك هتواجه مقاومه من الناس، لان في ناس مش هتتقبل بسهوله انك تتغير وتكون صريح معاهم، في ناس كانت مبسوطه بالنسخه المزيفه منك وهتستغرب او حتى تزعل لما تبقى واضح معاهم. العقبه الثالثه انك ممكن تقع في فخ جلد الذات، تكتشف كذبك القديم وتلوم نفسك زياده، وده خطر جدا عليك، لان الهدف من الصراحه مش انك تعاقب نفسك لكن انك تبدا من جديد. طب تعمل ايه بقى عشان تعدي العقبات دي؟ خليك فاكر ان التغيير بياخد وقت، لو قضيت سنين بتكذب على نفسك ما تتوقعش انك في يوم وليله هتبقى صادق 100%. ادي لنفسك وقت، زي ما الجرح بياخد وقت عشان يلم، روحك كمان محتاجه وقت. خلي عندك شريك صادق، شخص قريب منك، كل ما تلاقي نفسك بتهرب او بتزوق تكلمه، زي ما ادم عمل لما بدا يعترف ليه بخطوات. وجود شاهد على رحلتك بيسهلها جدا. اكتب حقيقتك بصوت عالي، الكتابه اداه علاجيه قويه جدا. لما تكتب كل اللي جواك بصراحه حتى لو محدش هيقراه، دماغك بيفرغ الكذب
الكذب اللي مستخبي. جرب تمسك ورقه وقلم كل اسبوع وتكتب هو انا بجد ايه اللي مفرحني وايه اللي مخليني تعبان. ما تخليش اي حاجه مستخبيه. كافئ نفسك على الصراحه بدل ما تدور على الدوبامين من الكذب. درب نفسك تاخد المتعه دي من الصراحه. مثلا كل مره تكون صريح في موقف صعب كافئ نفسك بحاجه انت بتحبها. العقل بيتعلم يربط الصراحه بالمتعه بدل ما كان بيربط الكذب بيها. وخليني اشارككم بحقيقه مهمه جدا. في دراسه من جامعه نوتردام سنه 2012 لقوا ان الناس اللي التزموا يقللوا الكذب في حياتهم اليوميه حتى لو بنسبه صغيره صحتهم النفسيه والجسديه اتحسنت. قل عندهم الصداع وقل التوتر. يعني الصراحه مش بس حاجه اخلاقيه، ده دواء حقيقي للجسم والعقل. وخليني اديك مثال ملهم تاني. احمد زويل الراجل ده كان ممكن بكل سهوله يبالغ في انجازاته لما كان في بدايه مشواره عشان ياخد شهره اسرع، لكنه اختار يمشي رحله طويله وصادقه. اعتمد على مجهوده وابحاثه الحقيقيه لحد ما وصل لاعلى جائزه علميه في العالم. تخيل لو كان زوق الحقيقه في البدايه كان عقله هيصدق انه خلاص وصل لاعلى المراحل وهيقتنع انه خلاص عمل كل حاجه ومفيش داعي لاي تعب او اي حاجه خالص، وبالتالي عمره ما كان هيكمل ويحقق اللي حققه ده. الصراحه مش بس بتديك احترام من الناس، الصراحه بتبني جواك ثقه حقيقيه جدا، ودي الثروه اللي ملهاش ثمن. انا عارف ان في شباب دلوقتي هو بيسمعني حاسس انه تايه، يمكن بيقول طب انا كدبت كتير قبل كده خلاص انا كده دلوقتي متاخر. لا مفيش حاجه اسمها انت متاخر. كل يوم بتختار تكون صادق حتى في تفصيله صغيره هو بدايه جديده. اوعى تخاف من ضعفك ولا حتى تخاف من انك تقول انا محتاج مساعده او انا مش في احسن حال. دي مش علامات فشل، دي علامات على انك انسان حي، شخص حقيقي عايز يعيش بجد. وانت بتسمعني دلوقتي يمكن بتحس ان الكلام ده تطبيقه صعب، لكن صدقني اجمل حاجه في الدنيا انك تبص في المرايه وتشوف نفسك الحقيقي حتى لو مليان عيوب، لان العيوب دي ممكن تتصلح لكن الوهم عمره ما بيتصلح. اسمعني كويس، انت مش محتاج تبهر الناس عشان تبقى مهم. قيمتك مش في الحكايات اللي بتزوقها، قيمتك في حقيقتك، في تعبك اللي محدش شايفه، في دموعك اللي بتنزل وانت لوحدك، في المحاولات اللي محدش بيسقف لك عليها. انا عايزك من النهارده انت اللي تختار تكون صادق وتبني نفسك بجد، تختار تمشي رحله اصعب بس حقيقيه. ولو وصلت للنهايه دي يبقى جواك حاجه بتقول لك انا عايز اعيش صادق. ما تسيبش الصوت ده يضيع، اكتبه عندك وعيش بيه. لو بدأت مش هتندم، ممكن تتعب ممكن تخاف ممكن تغلط بس عمرك ما هتندم، لان الندم الحقيقي هو انك توصل لنهايه حياتك وتقول يا ريتني عشت حياتي انا. ما تخليش ده يحصل، عيش حياتك دلوقتي بصدق وبشجاعه وبحب وانا معاك. في النهايه ابعتوا لنا اسئلتكم وانا بقرا كل الكومنتات وهنرد ان شاء الله على كل الاسئله، وقولوا لنا ايه المواضيع اللي تحبوا ان نتكلم عنها في المستقبل. طبتم وطابت ايامكم. سلام عليكم.